للعالمين كلهم. الحمد لله رب العالمين أول آية في كتابنا العظيم، وآخر آية من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. معنات رسالة عالمية. تعال، رسولك عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى قصي. لما قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، جده الأكبر في قريش قصي. من هو قصي؟ قصي هذا هو اللي جمع قريش. قريش تفرقت، له فضل على قريش، جمعها ووحدها ورتب حتى بيوتها، وقال لهم حطوا مكان للطائفين لما جلس يقسم بيوت القبائل، وقال كل قبيلة منكم من القبائل الأشراف تكون قريبة من الكعبة بقدر كذا، وحطوا طرقات وأزقة للناس حتى يتحركون. كأن المعنى يا قريش جدي هو اللي جمعكم، أنا ما أفرقكم. هذا معنى من اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ويكبر الموضوع أكبر من قريش، يصبح الموضوع إلى العرب كلهم. إسماعيل أبو العرب، وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي، وإسماعيل أبو العرب، ويقول العرب مثل ما قال لقريش أبويا إسماعيل جمعكم تجتمعون فيه، لا يمكن أكون سبب في تفرقتكم ولا في اختلافاتكم، أنا سأجمعكم كما جمعكم آبائي. وأكبر من العرب يأتي إلى إبراهيم، وكأنه يقول إبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم جدي وأبي، وإبراهيم الخليل، كأنه يقول كل أتباع الأنبياء، لأن إبراهيم أبو الأنبياء، أنا رحمة لكم كما أني رحمة لغيركم. يا جماعة هذا نبينا، هذا نبي الإسلام، والله هذا محمد عليه الصلاة والسلام. إسماعيل تزوج من اليمن، وهذه رسالة لأهل اليمن، وسكن هنا في الجزيرة في وسط مكة، وهذه رسالة لأهل مكة. إسماعيل من أمه جدة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لمصر عليكم حقا، استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. وهذه رسالة لأهل مصر. وإبراهيم عليه السلام أين ولد؟ ولد في العراق، وعاش في الشام في فلسطين. يا أهل العراق، يا أهل فلسطين، يا أهل الشام عموما، هذا ارتباط النبي بكم عن طريق إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأوسع، يعني مفهوم الأسرة العائلة أوسع من هذا، مفهوم اجتماع. يا جماعة أنت وش دورك مع أسرتك؟ وين دورك مع أهل بيتك؟ وين دورك مع أنت كبير العائلة؟ أنت أكبرهم سن، أو عميد الأسرة، أو شيخ قبيلة، أو لك قيمة اجتماعية في أسرتك وفي عائلتك وفي قبيلتك، أيا كان بلدك وأيا كان جنسيتك. أين دورك؟ هل جمعتهم؟ هل كنت سبب في اجتماعهم؟ يا أخي دعنا من القبيلة والعائلة. وش سويت في بيتك الشخصي؟ وش سويت في وظيفتك إذا كنت مدير ومسؤول عن 2 أو 1 حتى؟ أين دورك؟ هذا هو معنى هذا الاسم العظيم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر من ذلك، أكبر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمه من هي؟ أمه آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب من من؟ من بني زهرة من مكة.